انهيار وبكاء شديد جدا من ياسمين عبد العزيز وهي بترد لأول مرة على كلام أحمد العوضي. أحمد العوضي خرج عن صمته النهاردة ونزل رسالة طويلة جدا فيها كلام كبير جدا، بس الكلام ده أثر على ياسمين عبد العزيز وردت عليه برد غير متوقع إطلاقا. يعني اللي كان يشوف ياسمين عبد العزيز مع صاحبة السعادة وهي بتقول أنا ما بحبش أحمد العوضي، أنا بعشقه، ما يسمعش اللي هي هتقوله واللي احنا هنوريه لحضراتكم دلوقتي. ولكن الناس اللي ما تعرفش احمد العوضي قال ايه. احمد العوضي منذ اقل من ساعة بالتحديد نزل على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك ردا على الكلام والمطالبات الكتيرة قوي من الناس اللي بتقوله لما انت بتحبها وهي بتحبك ليه ما بترجعوش لبعض. بصراحة رد وقال إجابتي هي السؤال نفسه، لو هي كده احنا مرجعناش فعلا ليه. وقال كل الامتنان لياسمين، هي فعلا أطيب وأجمل حد قابلته في حياتي، وهتفضل أيامي معها أجمل أيام أنا عشتها. أنا ما شفتش منها إلا كل طيبة وخير، وهي فعلا كانت خير حبيبة وزوجة. خلي بالكم بيقول كانت، أنا قلت قبل كده إنها هي حبي الوحيد، وبيننا حب كتير وكبير وصل ليكم وانتوا صدقتوه، واحنا بنعترف بيه حتى بعد انفصالنا. الطلاق مش معناه نهاية الحب، هو معناه نهاية النصيب، ولكن رجوعنا خلاص أمر يكاد يكون مستحيل، أو خليني أقول لكم خاص جدا جدا جدا. البيوت قبور محدش يعرف ايه اللي بيحصل فيها. وقال رسالتنا ليكم ان احنا نفضل بكامل احترامنا لبعض، وانا مقدر كل مشاعركم، مشاعر اخواتي اللي حبونا وبيتمنوا ان احنا نرجع مرة تانية، بس زي ما قلت مرة تانية الموضوع ده نصيب. وطبعا اعمالا لقول الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم. حقيقي مفيش اجمل من ان انا اذكر فضلها وهي تذكر فضلي. طبعا ياسمين ستظل هي الحب الحقيقي الوحيد في حياتي، وشكرا لمشاعركم الجميلة. نزل الكلام ده على صفحته من بعد حلقة ياسمين عبد العزيز، ولكن الناس كلها انتظرت. يعني انت ازاي قادر تقول كده لواحدة لسه بتقولك انا بعشقك؟ حتى لو الموضوع خاص او مستحيل ما تطلعش وما تنطقش وما تتكلمش. وقالوا ان اول تعليق على لسان ياسمين عبد العزيز انها دخلت في حالة من الصدمة ومن الانهيار، لانها لما اسعاد يونس سألتها نفسك في ايه في الايام اللي جاية سكتت، واسعاد قالت انا خلاص فهمت وكل حبايبك فاهمين. وواضح قوي انها كان نفسها في حاجة وحيدة فقط، وهي العودة لأحمد العوضي، ولكن خلاص يعني زي ما بنقول مفيش نصيب. الفنانة طبعا ياسمين عبد العزيز دخلت في حالة من الصدمة والانهيار، وتم نقلها للمستشفى للأسف، وحالتها النفسية وحشة جدا جدا. ما كانتش حابة كده، ولكن بصراحة محاولات الصلح باءت بالفشل من كل المحيطين، وهناك أسباب خاصة جدا ما بينهم هي اللي بتخلي علاقتهم ما تكملش، أو مش هيبقى في نصيب ما بينهم مرة أخرى. طبعا ربنا يعني يقدر ليهم الخير. ادعوا كتير لياسمين عبد العزيز لأن حالتها الصحية صعبة وقاسية.